وايد ناس لاموني، وايد ناس لاموني. كنت استغرب يعني ليش تلوموني؟ وكنت اتهاوش مع هذا العالم او هذه الناس، يعني ناكرة معروف. الحين فهمت مقصدهم والله. وحق ربعي اللي طالعين ويقولون ان هذه الفنانة ما تمثل الا نفسها، لي الشرف اني ما امثل الا نفسي، ولي الشرف ان انا بروحي زين ضد شعب كامل سب الديرة وسب الكويت. وخليكم انتوا طبلوا حق شهرة. تبون شهرة؟ يلا عبالكم العراقيين بيشهرونكم؟ ترى احنا طول عمرنا احنا اللي نشهرهم واحنا اللي نسوي لهم قيمة، بس كل واحد يفعل بأصله. فقط كل واحد يفعل بأصله. الحمد لله، لأن أنا أعرف قيمة الشرف اللي أنا شايلتها، قيمة الجنسية اللي أنا شايلتها، فما أرضى على ديرتي. فهمتوا؟ ترى أنا نصي عراقي، بس اللي يسب الكويت أتبرى من نصي هذا وأقطعه. فهمتوا؟ وطبعا حق هذه الموديل اللي تقلد حليمة بولند، عرفتوها؟ طبعا لو تموتين ما توصلين حق أظفر رجل حليمة. راح أعلمك شلون تقولين إن الكويت جزء من العراق. أنتي طبعا عايشة بدبي. راح أعلمك شلون تقولين إن الكويت جزء من العراق. أنتي طبعا عايشة بدبي. راح أعلمك شلون زين إن الكويت جزء من العراق. قريبا جدا راح يتلونك تلة الخرفان. واللي قاعد حرشهم أن يرفعون قضايا، خلي يرفعون، بنشوف شنو القضايا اللي بيرفعونها. مشكورة والله، انتي وايد وطنية بصراحة. طبعا هي تعرف نفسها صح مي ولا مو صح يا مي؟ يلا نسوي تحاليل DNA ونشوف من الكويتي اللي فينا، أنا ولا انتي. انتي طبعا تعرفين شنو أقصد، تعرفين عدل شنو أقصد. يلا، مش كل مرة تسلمي القرة، فلا تلعبين معاي علشان لا تتوهقين. لا تلعبين معاي. أقول حق فلانة، نص الكويتيين يدرون أن أبوك عقيم الله يطول بعمره. شلون يابك؟ ها؟ شلون؟ والمقفر اللي يم بيتكم يشهد على قضاياك اللي ترفعينها ضد اخوك. في واحدة محترمة تروح ترفع قضايا على اخوها؟ كافي ولا بعد اطلع سوالف؟ ها؟ قلت لك لا تلعبين معاي. عرفتي ليش انتي ما فيك وطنية؟ خلي هذا الملف مسكر احسن، لان كلنا ندري ان انتي بنت الشقالة اللي كانت تشتغل في هذا البيت، والفقير المسكين سجلت باسمه علشان عباله انه يعني بيوكلكم يشربكم من بعد عينه. بس شنو لقى ان انتم تسبونه وتهينونه وترفعون عليه قضايا، ترفعين على اخوك قضايا. خلينا ساكتين، استغفر الله. والله زين، يلا الحمد لله. في فنانين كانوا اموات ما لهم حس وطلعوا رديت لمعتهم من جديد وشهرتهم. والله انا مو شويه عشان تعرفون ايش كثر انا بس صوتي يشركم. تخيلوا اني انا ما طلعت، بس صوتي يشركم. انا عندي اغلاط، عندي اغلاط، ما في انسان مو معصوم من الغلط. عندي اغلاط، كل انسان عنده اغلاط، بس لما يوصل الغلط حق ديرتي لا ستوب، نقطة. هني نصير ريايل، عرفتوا؟ نصير ريايل، عرفتوا؟ نصير ريايل. وحق هذا حق هذا المريض اللي يقول فيزا العراق اغلى فيزا بالعالم، احب اقول لك بس يلا اوكي، اغلى فيزا بالعالم بس بخشم الدينار نجيبها.
بس شلون يصير تدش الكويت انت؟ تحلم تدش الكويت، تحلم حلم حلم حلم. انا اقول يلا عافية يا شطار، عافية بعد الحملة هذه اللي سويتوها. خلينا نصفق لكم لحظة. بينت صفقة ولا لا؟ لان قاعد اصور واصفق. المهم الحين بعد هذه الحملة اللي سويتوها يلا فيكم خير، الحين صيروا ريايل، روحوا مسكوا البنات اللي يرقصون بالمراقص، اللي شايلين جوازكم واسمكم، زين روحوا وشوفوا شنو ناقصهم وقعدوهم ببيوتهم، ستروهم وصرفوا عليهم، زين بدل لا تصيروا الرجاجيل بالسوشيال ميديا، صيروا الرجاجيل على اعراضكم. هذا اول شيء، سووا هذه الحملة اول شيء، طبقوها، بعدين تعالوا اعلمكم شلون تسوون حملة ثانية. اوكي يلا ان شاء الله الشهر الجاي لما يصير مؤتمر اعمار العراق، الشهر الجاي بيصير بالكويت، دولة الكويت بيصير فيها مؤتمر اسمه اعمار العراق. راح اقترح عليهم اقتراح، نسوي حملة بتنظيف النوادي الليلية من الراقصات العراقيات. اوكي بقترح عليهم ان نسوي حملة كذي، ان ننظف النوادي الليلية من البنات العراقيات اللي يرقصون، لان بعد احنا ما نرضى عليكم مهما كان، يعني دولة عربية. بدل لا تصيرون ايد واحدة وتسوون حملة ضدي صيروا ايد واحدة وسووا حملة حق بلدكم، سووا حملة اسمها عمار العراق، مو حملة اسمها مقاطعة ملاك، لان ملاك اصلا ما تدري عنكم. الحمد لله انا عايشة مرتاحة بديرتي. روحوا سووا حملة حق ديرتكم، نظفوها وعدلوها وعمروها. اقترح عليكم اقتراح، بما ان انتو 38 مليون على قولتكم، ليش مو كل واحد فيكم يقط دينار، يصير عندكم 38 مليون دينار، زين توزعونها كل شهر حق شخص عشان تعيشون مرتاحين، ولما تعيشون مرتاحين تفكونا من شركم، وكل شهر تعطونها حق شخص، كل شهر تعطونها حق شخص، والله راح تصيرون أغنياء والله. ايش رايكم بالحملة الجديدة اللي اقترحتها عليكم؟ والله خلوا واحد فيكم في خير يجمعكم ويسوي حملة او يسوي لجنة، زين وياخذ من كل عراقي دينار يعطيه حق شخص، ونصه قطوه حق اعمار العراق. بس انتم ما تفكرون، تدرون ليش ما تفكرون؟ لان الشعب فارق وتافه يا الفارقين. روحوا وانشغلوا بشي يفيدكم بدل لا تنشغلون فيني. وانا وحدة مستعدة اقط وياكم هذه القطية علشان اعلمكم شلون تستخدمون هذه الحملات بشي يفيدكم، مو شي فارق وتافه مثلكم. عرفتوا ولا ما عرفتوا؟ يعني بدال لا يصير عندكم 38 مليون كل شهر، يصير عندكم 38 مليون ودينار. ان شاء الله استفدتوا من حصص اليوم. ان شاء الله الحصص هذه راح تصير اسبوعية، بما اني انا واحدة مشغولة الحصص هذه تصير اسبوعية، خليكم تستفيدون من الحملات اللي تسوونها. يلا مع السلامة، باي باي. وبعدين بقول لكم شيء مهم صدق نسيته توني ذكرته، اللي قاعد يقولون اهل البعران واهل البعران، الخليج اهل البعران والكويت اهل البعران، يعني الابل، وهذه الابل رب العالمين ذكرها بالقرآن. يا ريتكم بس تصيرون ابل، بس حشى الابل عنكم. وتعرفون كم قيمة الابل علشان جايين تعايروننا فيها، وانا افتخر اني من بلد الابل. تعرفون كم قيمة الابل؟ الواحد يوصل ل1,000,000 دينار كويتي. عندكم ابل؟ ما عندكم ابل، احنا عندنا ابل. ارجوكم عايرونا بشيء مو زين علشان اقول معاهم حق الحمد لله رب العالمين، ربي لك الحمد والشكر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان لو تموتون ما توصلون مواصيلنا، لو تموتون ما توصلون مواصيلنا.
هذا ختام الكلام. وأما العراقيين اللي سبوني وهم عايشين في دول الخليج، راح ترفع عليهم قضايا. طبعا أنا ما راح أتعب نفسي، مجموعة الخالد القانونية ما راح يقصرون، وهم راح يتكفلون في هذا الشيء، راح يرفعون عليكم قضايا ويتلونكم. وحتى المقيمين ومو عايشين في البلاد اللي مطلعين عليها إقامات راح ينتلون وترفع عليهم قضايا. وحب أقول لكم العين بالعين والسن بالسن.